مسميني في العيلة ملكة الطواجن، والشتا ما بيحلاش من غير الطواجن. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الفراخ بصوص كده اللهم بارك يفتح النفس، من غير ما نتبل الفراخ من بالليل. في 10 دقايق كده لو عندك عزومة، جوزك رن عليكي وقالك يلا كده في عزومة النهاردة هتعملي الطاجن ده، صدقيني هيشرفك قدام الناس. اول حاجة كده لو انتي مش مشتركة عندي لازم كده تنوريني بالاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ومستنية كل حبايبي وكل متابعيني اللي يجربوا الوصفة يكتبولي في الكومنتات وهستنى رأيكم. الفراخ دايبة والصوص اللهم بارك مع رغيف عيش كده وفلفل اخضر، وهتدعولي. يلا بينا كده نشوف وصفتنا النهاردة، الوصفة السهلة البسيطة. اول حاجة كده معايا 4 افخاد من الوراك. وطبعا لو انتي مش عندك الوراك ممكن تستخدمي اي حاجة عندك، ولو هتستخدمي الاوراك اتأكدي ان الحتة اللي بنشيلها في الزلموكة دي اتشالت لانها بتعمل زفارة. اول حاجة هنعملها في الوصفة دي نحط طاسة سخنة وتكون سخنة جدا، علشان اول ما بنزل بالفراخ ما تنزلش ميتها. وتاني حاجة ممكن الجلد يلزق لو الطاسة مش سخنة، فبالتالي كده مش عايزين الجلد يلزق ولا عايزين الفراخ تنزل ميتها. هنزل برشة من الفلفل الاسمر، ورشة من توابل الفراخ، ورشة من البابريكا، ورشة من ال7 بهارات، ورشة من الملح. هبدأ كده اقلب. اول ما اتأكد ان الفراخ بدأت تتشوح معايا هبدأ اكرر كل التوابل اللي ضفتها على الناحية التانية. واهم حاجة في الوصفة دي ان الفراخ تتشوح كويس وتتغلف بالتوابل، لان لسه هنعمل لها صوص ولسه كمان هندخلها الفرن. انا مش هدي الفراخ وقت كتير في التسوية او وقت كتير في التشويح لان لسه هدخلها الفرن، فبالتالي اول ما يبدأ لونها يغير معايا هبدأ اشيلها ونروح في مرحلة الصوص. الصوص ده لوحده حكاية جنب رغيف عيش كده، هتدعولي. اول كده ما بدأت تتشوح معايا هبدأ اخرجها. طيب ايه الخطوة التانية اللي هنعملها في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الفراخ؟ هبدأ كده انزل بالبصل، مقطعه البصل شرايح كبيره. هبدا انزله في نفس الطاسه وانزل بمعلقه سمنه فلاحي. ما عندكيش سمنه انزلي بزيت، بزبده، باي سمنه عندك، المهم انزلي باي ماده دهنيه. هبدا اشوح كويس جدا لحد كده ما البصل يبدا يتبل معايا، ومش هضيف اي توابل. الطاسه فيها توابل كفايه. التوابل اللي ضفناها على الفراخ كان منها يعني في الطاسه، فبالتالي مش هنضيف توابل تاني. هبدأ اشوح تشويحة حلوة. ريحة السمنة اللهم بارك تفتح النفس، مدية ريحة كده وهتدعولي. الناس اللي طلبت مني فيديو الجبنة القريش والسمنة الفلاحي ان شاء الله هنزل لكم الفيديو وهقول لكم على طريقة سهلة جدا. بعد ما شوحت كده البصل كويس جدا هبدأ انزل بالفلفل الاحمر. وفي الوصفة دي يفضل ان نستخدم فلفل احمر لان انا عايزة ان الصوص يكون محمر معايا شوية. وبعد كده ما شوحت البصل والفلفل مع بعض هنزل بطماطمايه كبيره مقطعاها برضو شرايح، وابدا اشوحها كويس جدا. عايزه اقول لكم الريحه تفتح النفس. طبعا لو انت عندك كبده في اللحظه دي ممكن تضيفي الكبده معاهم وتدخليهم طاجن في الفرن، مفيش اي مشكله. وطبعا لو انت حابه مثلا تعملي لحمه مفرومه وتشوحيها برضو مع بطاطس وتدخليها الفرن هيبقى طاجن. وبعد كده ما شوحت كويس هنزل بنص كوبايه ميه، وطبعا على حسب الكميه الميه او زي ما انت عايزه الصوص. يبقى الصوص ناشف معاكي ولا الصوص طري كده وجوسي؟ انا عايزاه طري وجوسي، فهبدا اضيف كوبايه من الميه وهسيبهم يغلوا كده يبقى الصوص بتاعي جاهز. عندي بايركس ومولعه الفرن على درجه حراره 200. هبدا كده انزل بالصوص في الصينيه وهخلي الباقي اضيفه على الفراخ. هبدأ كده انزل بكل كمية الفراخ اللي عندي، وبعدين هنزل بالصوص وهدخل الفراخ. هتاخد بالظبط معايا نص ساعة وهتبقى جاهزة. وبعدين اول ما تستوي معايا واتأكد انها استوت هولع الشواية تاخد لون من فوق وهتبقى اللهم بارك. انا في اللحظة دي ما كانش عندي ورق فويل فدخلت الطاجن زي ما هو، مفيش اي مشكلة. هو اخد معايا وقت في التسوية، يعني اخد معايا بالظبط 40 دقيقة. لو انتي مغلفاه بورق الفويل هياخد معاكي من 20 ل30 دقيقة. وأول كده ما يبدأ يستوي هنولع الشواية وهيبقى معاكم بالشكل السكرة ده. في جمال ولا حلاوة زي دي؟ يلا أسيبكم على فيديو جديد.